خليكوا كلكوا بقى قاعدين تخزنوا لي بسله وسبانخ وفاصوليا وكل الخضار اللي في الدنيا، وناسين حاجه مهمه جدا. البيض يا جماعه، انتوا مش متخيلين انا ببقى صاحيه اصلا عشان اعمل لهم السحور، مش شايفه قدامي، فانا دلوقتي لازم اعمل البيض كده في اكياس علشان وقت السحور اطلع الكيس على طول اقليه. انا لسه هقف اكسر بيض؟ انا حاسه ان الموضوع بيبقى صعب عليا جدا، وبحس ان انا مش قادره اقف اصلا، فببقى صاحيه مش شايفه قدامي. افتح الكيس كده اطلعه اقليه على طول. فجبت بقى 4 كراتين بيض زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي ان انا اكسر كل 5 مع بعض، تمام، وبعد كده احطهم في كيس علشان اسهل على نفسي. وطبعا الفراخ والبيض هيغلوا جدا في رمضان، فانا قلت بقى الحق نفسي واجيب الكميه اللي انا عايزاها كده عشان اوفر كمان. واحلى حاجه ان انت تستخدمي الكيس اللي هو بسحاب ده اللي بيتقفل من فوق كده علشان ما يسربش معاكي، عشان طبعا انتوا عارفين البيض ده سايل. المهم ان انت قبل ما تتسحري بساعتين ما تنسيش تطلعي الكيس عشان طبعا يفك قبل ما تقليه، ما ينفعش يتقلى مجمد يا جماعه. بس يا جماعه، ودي طريقه التفريز بتاعه البيض بمنتهى السهوله، ما تحطيش فيه ملح ولا حاجه. استنوني يا جماعه، ما تروحوش في اي حته، انا رايحه اغلي الشاي اللي احنا هنفرزه لرمضان.